جدل كبير على السوشيال ميديا بسبب حفلة في الأهرامات للمغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت. سكوت كتب على حسابه: لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أديك يا سيدي مش هتشوفنا خالص. اللي ما يعرفش اللي حصل، سكوت كان بيحضر حفلة عند الأهرامات يوم 28 يوليو لإطلاق ألبومه الجديد يوتوبيا، لكن السوشيال ميديا دايما بتلعب دورها. كلموا كتير عن الحفلة بأنها لا تليق بمصر وعاداتها، وإن سكوت دايما بيعمل طقوس غريبة في حفلاته، وده بيتنافى مع الثقافة المصرية وكمان الشغب اللي حصل في أحداث مهرجان أسترو وورلد عام 2021 وتسبب في وفاة العشرات، وكمان رفعت دعاوى قضائية ضده. وعلى الرغم ان الجمهور كان بينادي عليه انه يوقف الحفل بسبب اللي بيحصل، بس هو قال: ولا كنت شايف ولا كنت سامع. ودي مش اول مرة تحصل في حفلاته، ودايما كان بيحرض الجمهور ان هم يخترقوا الحواجز ويعدوا الامن ويطلعوا على المسرح، وتم ادانته في المحكمة اكتر من مرة، ولكنه كان على طول بيطلع منها زي الشعرة من العجين.